فقط باش نبقى في نقطة مهمة جدا مع الأستاذ محمد الميغودي، باش نخرج لأنه أعتقد أنه كرة القدم التونسية أستاذ محمد الميغودي يجب أن نخرج من إطار مدرب ومدرب لم ينجح ومدرب فاشل واتحاد فاشل، لأنه أعتقد أنه المشاكل أعمق من هذا بكثير. ولماذا اتجهت للأستاذ محمد الميغودي؟ لأنه كرة القدم المغربية عرفت نهضة وعرفت تطور كبير جدا باعتبار أصبحت سياسة دولة، أصبحت هدف للدولة. وشاهدنا المغرب الآن تنظم كأس العالم، نظم كأس العالم 2030. لما الدولة تصبح هي اللي تاخذ يعني تقريبا كل شيء بيديها، توفر الامكانيات، خاصه توفر البنيه التحتيه، تساهم في تدعيم المنتخب الوطني وتدعيم الانديه، تتغير المعطيات. واعتقد هذا هو المطلوب، لازم نظره استراتيجيه ولكن نظره دوله بالاساس. استاذ محمد الميغودي. والله عزيزي هيكل، دعني في البداية أهنئ الأشقاء الموريتانيين وأهنئ أيضا الأشقاء المصريين، ولا أجد حرجا في التعبير عن حزني لخروج المنتخب الجزائري الشقيق ولا المنتخب التونسي الشقيق، لأنني أنا أحب بصدق وبوفاء وبقناعة فكرية، وحينما أكره بقناعة فكرية أيضا، ولكن تألمت لخروج الأشقاء الجزائريين وتألمت لخروج أيضا الأشقاء التونسيين. نربط العلاقة بين المغرب وموريتانيا ومع تونس. موريتانيا الآن، وأنا لا أتفق معكم في استعمال كلمة المفاجأة، لأنها تجني ثمار سياسة دولة موريتانيا في النهوض بكرة القدم داخل موريتانيا. طبعا اختارت رجلا ناجحا هو أحمد ولد يحيى، وهو الذي يشتغل على هذه الثورة كما اختارنا نحن في المغرب واحد من أنجح الرؤساء في تاريخ كرة القدم المغربية بل في الإفريقية والعالمية، فوزي القجع. أنا أقول بأن تونس الآن تحتاج إلى تدخل عاجل من الدولة التونسية الشقيقة، وتحتاج إلى استراتيجية من دولة تونس الشقيقة، لأن خروج تونس لا علاقة له لا بالمدرب ولا بالتكتيك ولا باللاعبين ولا بقيمة اللاعبين، هو علاقة أيضا بالوضع العام داخل كرة القدم التونسية، تعيش وضعا مزريا، وضعا مؤلما حقا. ولذلك أنا أناشد دولة تونس الشقيقة وبكل الحب لهذه الدولة أن تكون هناك سياسة للدولة. أولا، الرجل وديع الجرير كان من الناس الذين خدموا كرة القدم بتونس ومن الذين خططوا لقوة كرة القدم بتونس. أنا أعتقد بأن هذا الرجل صالح لإعادة مجد أيضا كرة القدم بتونس. وأقول أيضا لدولة تونس بأنها تحتاج إلى تدخل من أعلى السلطة لإعادة أو لتقوية البنية التحتية، لفتح مراكز التكوين، وأيضا لتكوين المكونين، وأيضا لوضع غلاف مالي محترم جدا لكرة القدم التونسية حتى تعود إلى قوتها. وهكذا سأحلم وسأكون حالما أيضا حينما أرى تونس قوية والجزائر قوية وموريتانيا قوية والمغرب قوي ومصر قوية وكل الدول العربية. هذا ما نتمناه. ولو أن تونس الحقيقة الآن لها ملعب واحد مؤهل لاحتضان المباريات الرسمية، هو ملعب حمد العقربي برادس. وعلى فكرة في بعض المشاكل ولازم بعض الإصلاحات. إن شاء الله الدولة الآن تقوم بمساعي حثيثة من أجل تجهيز المنزه ممكن سيكون ملعب جميل جدا. في ملعب سوسة الإمكانية سهلة جدا أن يصبح ملعب رائع وملعب جميل بعد أن أصبح يتسع 40,000 متفرج. يعني الإمكانية واردة، الحقيقة الإمكانية واردة، على الأقل على مستوى البنية التحتية. نعملوا سنتين نصلحوا البنية التحتية وبعدين كل شيء يجي بطبيعته. يعني في مشكل الوقت أيضا حكيم في تونس، في مشكل الوقت، في مشكل كبير في الوقت، لأنه تعرف تونس في شهر 6 تلعب مع غينيا الاستوائية، وشاهدنا غينيا الاستوائية في هذه الكأس الإفريقية تلعب مع غينيا الاستوائية في تصفيات كأس العالم. الآن دي المشكلة الأكبر. الآن أنت بدون مدرب الآن، وتلعب في شهر 6. كيف ستفعل؟ وتعرف جيدا أنه حتى هذا المكتب الجامعي هو مكتب مؤقت وليس لديه إمكانية اختيار مدرب لمدة 4 سنوات، وهو سيذهب بعد شهر أو شهرين. يعني كيف سيكون التصرف؟ أولا نتمنى للسيد وديع الجريء أن ربي يطلق سراحه إن شاء الله، ولكن هذه هي تبعات رئيس اتحاد أو رئيس جامعة اللي هو مسجون ومنتخبه أو فريقه، فبان انه محتاج قوه دائمه. في اشياء اخرى ذكرناها، البنيه التحتيه والامور. خلينا حتى برضه لازم نراعي ان في وضع اقتصادي في بعض الدول العربيه. يا هيكل صحيح. من سنتين البنيه التحتيه في تونس ما تغيرت، ومنتخب تونس فاز على نيجيريا. الحل الان نعطيك الحل انه الان لازم يكون هناك انتخابات طارئه لاتحاد جديد.
التعاقد مع مدرب جديد، وحبذا لو يكون مدرب تونسي، لأنه حتى المدرب الأجنبي ليس له الوقت لا في معرفة اللاعبين لا مجموعة اللاعبين لا في إنشاء منتخب جديد 100%. يجب أن يلعب على اللاعبين الجاهزين. يعني انت من حقك تمشي للفيرونار وانا من حقي نقعد في مدرب تونسي. اختار انت مدرب جزائري. انت سالتني، انا قلت لك انا موافق على الفيرونار. اولا الفيرونار هو ماسك المنتخب الوطني الفرنسي النسوي، وعنده معاه منافسات طلب عرض صحيح الاولمبيات. الجزائر عندها منافسه دوليه في شهر مارس، ومنافسه كاس افريقيا كاس العالم اقصائيات كاس العالم في شهر جوان. يعني حتى احنا شوف تونس والجزائر في نفس الطريق، في نفس الوعاء، في نفس المشاكل، فقط انه احنا الان عندنا اتحاد عنده شخصيه، عنده قرارات صارمه، عرف كيف يتخذ القرارات في وقتها، لكن بقي ان يكون هناك اختيار مميز لاننا نشوف القرارات الاتحاد في وقتها مش أكيد. متاخره. لا، لان هذا الرئيس الجديد، هذا عنده 3 شهور من يجي. انا اقول لك رئيس اتحاد، ما قلتلكش اتحاد، لانه الاتحادات مرت. انت حسب رايك يعني احنا في عهده يعني حسب رايك شو القرار اللي هيكل يعني هيكل احنا واضح يعني. احنا في عهده اولمبيه مروا علينا اربع رؤساء اتحادات، وهذا غير عادي. اذا هذا رئيس الاتحاد الجديد وليد صادي الان اتخذ القرار الذي ربما لم يجرؤ عليه سابقيه في اتخاذه. لكن اذا عدنا الى تونس يا هيكل نقول انه تونس لا تستحق هذا، واظن ان تونس ايطاليا افريقيا كان يجب ان تكون في الثمن النهائي. والله العظيم احنا تعرف شنو اللي كمل علينا؟ ايطاليا افريقيا ونسور قرطاج وما بعرف ملوك واسود ما بعرف شو. والله العظيم هذا اللي كمل علينا. والله كمل علينا وكمل انت ايطاليا افريقيا. ناقصين احنا نرجع لمباراه المغرب وزامبيا. في نقطه مهمه بس سريعا بسرعه شريف فقط. الجزئيه اللي انت قلت ان عندنا في تصفيات كاس عالم، اللي حصل في افريقيا ده جرس انذار لكل الدول العربيه. صحيح. الراس الاخضر وغينيا الاستوائيه وناميبيا كل ده موجودين في المجموعات في مصر وفي المغرب وفي تونس والجزائر بوركينا فاسو في مصر. فعايز اقول لك ده جرس انذار. احنا كنا مستهونين بالحاجات دي. الاربع مجموعات رؤوسها مالي والراس الاخضر وغينيا الاستوائيه وانجولا. نمشي لمباراة المغرب وزامبيا. نمشي للأستاذ محمد الميغودي. مغرب وزامبيا مع الأستاذ. لن أتحدث عن المباراة، بعد قليل سنتحدث عن المباراة مع الطاقم الفني للبرنامج، ولكن أستاذ سأعود لعقوبة وليد الركراكي اللي كانت 4 مباريات، فيها مباراتين مع تأجيل التنفيذ. ألا ترى أنها عقوبة قاسية نسبيا؟ أنا الحقيقة شفتها قاسية ليس في العقوبة فقط، ولكن حتى في طريقة العقوبة، أنك ترسل للمدرب يوم مباراة مهمة جدا. العقوبة تتم يوم مباراة ثالثة ومهمة للمنتخب المغربي في كأس أفريقيا. أعتقد كأنه، خلينا نكون واضحين، احنا في برنامجنا نتحدث بصراحة وبوضوح، كأنه الحديث عن الكولسة وقوة المغرب في الاتحاد الإفريقي أصبح لها تأثير سلبي، والاتحاد الإفريقي كأنه يحاول أن يبعد تهمة غير موجودة عنه. والله عزيزي أنا شخصيا أحترم قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وأقدرها، هكذا هي تربيتي وهكذا هي أخلاقي. وفي نفس الوقت أنا أدعم بشكل مطلق كل الخطوات التي تقوم بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. سلكت مسطرة الاستئناف بروح رياضية بمستوى فكري عالي. برافو للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. قساوة هذا القرار أسعدني في جانب مهم، هو أنه كان بمثابة رد قاسي أيضا وأكثر قساوة أيضا على التافهين الذين يروجون بأن المغرب يتحكم في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وهذا مهم لأن التاريخ لا يرحم، التاريخ يسجل المواقف النبيلة. اتهمونا بالتحكم وسرقوا منا العديد من الجوائز في أحسن اللاعبين بإفريقيا. أفظعها على الإطلاق بونو أفضل حارس ولا يوجد في التشكيلة المثالية. الآن يعاقب وليد الركراكي ولا يعاقب اللاعب، ومع ذلك قلنا أهلا وسهلا. ما يهمني بالمطلق وما يهمني بالأساس هو أن وليد الركراكي عليه أن يستفيد من هذا الدرس، وعليه أن يستحضر دائما أن مصلحة كرة القدم الوطنية ومصلحة المنتخب المغربي تقتضي منه
الرزانة، التحكم. في قساوة هذا القرار أيضا أعطانا بأن داخل الطاقم التقني للفريق الوطني المغربي، وهذا جميل جدا أيضا، أعطانا بأن مساعدي وليد الركراكي في مستوى عالي قادوا المقابلة بكفاءة كبيرة وكبيرة جدا. ولكن الأجمل يا عزيزي هيكل والأروع في هذه القساوة أيضا هي تلك الحركة الأخلاقية، الحركة التربوية، الحركة التضامنية للاعبين مع الناخب الوطني وليد الركراكي. وهنا أطرح السؤال بهذه البساطة، أقول أي أخلاق، أي تربية هاته، أي تضامن هاته؟ قدمتم درسا بقطر في علاقة وفي مكانة الأم، واليوم تقدم لأبنائنا درسا أيضا في التضامن والتعاقد والتآزر. شكرا لأسود الأطلس، كل الاحترام للاتحاد الإفريقي وكل المساندة أيضا للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في كل خطواتها. واضح أستاذ محمد الميغودي. نمشي دقيقة مع شريف ومع ناصر البدوي للحديث عن المنتخب المغربي. شريف، أعتقد أن المنتخب المغربي لم يجد صعوبات في هذه البطولة إلى حد الآن، يجاري في المباريات وينتصر بنوع من السهولة رغم نتيجة 1-0، ولكن الحقيقة كانت في سيطرة واضحة للمنتخب المغربي. الاختبار الحقيقي سيبدأ أمام جنوب أفريقيا للمنتخب المغربي. مبارياته في دور المجموعات تحس ان هم عارفين حجم المباريات ومركزين وعارفين هم عايزين ايه من المباريات. فريق وصل لمرحله رابع عالم ونصف نهائي كاس عالم، فعارفين يعني خبره المباريات دي والتعامل مع الدور الاول. ما بذلوش مجهود كبير جدا، ما وروناش كل اللي عندهم في الدور الاول، لكن بدايه الاختبار الحقيقي للمنتخب المغربي، وان شاء الله يكون التوفيق حليفه امام المغرب ان شاء الله. هذا ما نتمناه للمنتخب المغربي. نكمل مع ناصر البدوي ثم نمشي لمافيولا مع كابتن تمام حمدون. مافيولا الجولة الثالثة أو بعض مباريات الجولة الثالثة. كابتن ناصر البدوي، ألا ترى أن المغرب عندها شيء أيضا مهم جدا؟ نجوم المغرب كرويا، نحكي فنيا، لم يخونوا المغرب. زياش في أفضل حالاته شاهدنا مرابط، سفيان مرابط قدم مباراة من طراز رائع جدا. شاهدنا أناحي موجود، شاهدنا بونو موجود. تشوف محمد صلاح، أشرف حكيمي، تشوف محمد صلاح في مصر المباريات اللي لعبها لم يكن موجود ثم أصيب. يوسف المساكني لم يكن موجود. رياض محرز لم يكن موجود. صحيح. هيك حبيت نفتح قوس بالنسبه للمنتخب التونسي فيما يخص المباراه نتاعو، بعد نتعدى لك للمغرب. المنتخب التونسي جنوب افريقيا البارح كانك تعرف انت هيكل جنوب افريقيا من الملاعبيه من الجمعيات اللي تعرف تضغط عالي. البارح جنوب افريقيا بدلت الخطه التكتيكيه بصفه عامه، قاعده تستنى في المنتخب التونسي، واحنا عندنا مشاكل نتاع صنع اللعب، وخلينا المنتخب التونسي يتخبط على خاطر عندنا مشاكل في صنع اللعب، وخلال لقينا برشا مشاكل. هذاك علاش المنتخب ما كانش في احسن حالاته. هذا قوس نحله ونسكره. بالنسبه للمنتخب المغربي، ظهر لي المنتخب المغربي عنده اليات نتاع لعب ممتازه برشا، وكما كنت تحكي هيكل انا بالنسبه لي انا المنتخب المغربي المباراه الصعيبه اللي هي ضد تنزانيا اللي انتصر فيها 3-0 هي مفتاح على خاطر تعرف بعد النجاحات الكبيره نتاع كاس العالم هو يكون امتحان صعب للمنتخب المغربي. كان تألق فيه، نجح فيه، وانتصار كان مهم برشا. عن آلية اللعب بالنسبة للمنتخب المغربي ظل موجودة كما كنت تحكي انت. نحكيو على حارس ممتاز، نحكيو على حكيمي، نحكيو على زياش، نحكيو على ملاعبية عندهم إمكانيات كبيرة. وخاصة انه الحاجة اللي ناقصة بعض المنتخبات اللي خاصة يكونوا فيها نجوم كما صلاح وكما محرز، انه الملاعبية ذوما الأداء نتاعهم ظهر لي قاعد من مباراة لمباراة قاعد يقنع. وهذيك الإضافة نتاع ملاعبي وقت اللي يمشي يلعب في المستويات العاليه ويعاود يجي للمنتخب نتاعو يعطي نفس الروح ونفس المردود باش الاضافه تكون موجوده. وهذه الاضافه اللي قاعد نشوف فيها، وهذا اللي قاعد يميز المنتخب المغربي الى حد الان.